السلام عليكم حبابنا. اليوم غادي نهضروا على سعاد، جوهره مغربيه، وعلى الندم اللي ندمات على بناتها. وكما كنعرفوا راه هذوك البنات بنات سعاد، واخا هاد المشاكل كامله، واخا هاد الغياطه ديال اليوتيوب، واخا هاد الفتنه اللي واقعه، كنقولوا هذوك البنات راه رجوعهم للام ديالهم، والام راه رجوعها لوليداتها. وكيف ما شفنا سعاد توحشات دوك البنات من اعماقها، ودائما كترمي اللومه على لبنى، كتقول ليها انت السبب انت السبب انت السبب. كنتمناو واحد النداء لهذوك البنات ديال سعاد، كما كنعرفوهم راهم بعقلهم وواعيات، وشايفات اليوتيوب، وشايفات ايات قرانيه، وشايفات الحب، وشايفات الحنان، وشايفات بزاف ديال الحوايج. كنتمناو يهدي لهم ربي النفوس ويمشيو عند الام ديالهم، واخا هذاك الخصام ديال المحكمه والدعاوي وداك الشيء كامل يخليوه في جنب، ويمشيو يتسامحوا مع المهمه ديالهم. سعاد هذاك الشيء اللي دارت راه ماشي زعما ساهل، وداك الشيء اللي دارت راه صعيب، ولكن هذيك ردة فعل. وحنا كنعرفوا النساء مني كيكونوا عندهم الضره، يعني واحد الحاجه اللي ضر خيبه، داك الشيء علاش مني تشوف بناتها كيحبوا ديك السيده ومنسجمين معاها، كان الرد ديالها هو انها دير اي حاجه باش تفش داك الغليل ديالها. ولقات ديك السبه فاش كان الابن ديالهم او اللوس ديال سعاد خو الراجل ديالها ملي دار داك المشكل ديال الاغتصاب، ما لقات كما تنقولوا غير هذيك الوسيله باش زعما غترجع بناتها. قالت الا مشيت درت دعوه وزعما ولحقت من المحكمه وبغيت زعما نطالب بهاد البنات باش يرجعوا ليا والاصلاحيه، قالت هنا غادي نكسبهم وغيرجعوا لصفي. ولكن للاسف كما كنقولوا المثل القديم ديالنا جات كحلها عماتها، ما عرفاش تتصرف وما عرفتش كيفاش تحايل على دوك البنات باش تكسبهم من صفها. ولكن كنقولوا ان الله غفور رحيم، الله كيغفر وعاد عبده ما يغفرش. كنتمناو دوك البنات يسمحوا للام ديالهم ويغفروا للام ديالهم ويرجعوا ليها في اقرب وقت، حيت راه حتى شي حاجه ما دايم لا يوتيوب، ما دايم لا ادسنس، ما دايم لا فلوس، ما دايم غير وجه الله عز وجل. ولبنى اللي دائما سعاد كتهمها ان بناتها مشاو وداتهم ليها، كنتمنى تدخل بواحد الخيط بيض وتخلي دوك البنات وتقنعهم والعدوزه وكل شيء. نتمناهم يرطبوا لهم قلوبهم وينصحوهم باش يتسامحوا مع الام ديالهم. كما كنشوفوا الواحد راه كيتقاطع غير مع البراني ولا الجار، وكيكون كما تنقولوا في واحد الحاله نفسيه وما كيكونش مرتاح وما كيعيش مرتاح. وصله الرحيم راها واجبه، وقطيعه الرحيم راها صعيبه، وكما كنعرفوا الله امرنا بصله الرحيم. داكشي علاش كنبغيو هاد البنات هادو يسيروا الرحيم ديال مع الام ديالهم. هما ما غاديش يمشيو يعيشوا معاها، هما غير يمشيو يتسامحوا معاها ويسلموا عليها ويرجعوا عند باهم، حيت هما لاقين راحتهم عند باهم. داكشي علاش ربي كيقول لك اللي قطع الرحيم حتى هو كيقطع ربي الرحمه عليه. داكشي علاش كنبغيو هاد البنات يتسامحوا مع الام ديالهم. الام ديالهم مسامحاهم ودارت نداءات وباينه غالطه ومداتها راسها وباينه نادمه. داكشي علاش نتمناو يعطيوها واحد الفرصه ثانيه ويتسامحوا مع المهمه ديالهم. راه حتى شي حاجه ما دايم غير وجه الله. وهذا النداء تنوجهوه حتى الاب ديالهم، بركه ما الام ديالكم دارت ودارت ودارت، خلي داكشي في المحكمه. الا كانت هي غالطه فيكم واتهمتكم بالسوء راه الحكامه غادي تعاقبها، وانتم كالام ديالكم تسامحوا معها. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.